أكبر درس ممكن نتعلمه الأيام دي إننا محتاجين نشتغل على نفسنا باستمرار. اللي مش بيشتغل على نفسه بيطور من ذاته وما عندوش وعي، هو أكتر شخص متلخبط ومش عارف يتعامل وضاغط على نفسه وضاغط على اللي حواليه، خصوصا في ظل كل الأحداث الصعبة اللي بتحصل حوالينا. طيب هي إيه الحاجات المؤذية اللي بتعمليها من غير وعي ومحتاجة تتجنبيها الأيام دي؟ اول حاجة انك بلاش تدخلي في جدال وبلاش تدخلي مناقشات صدامية لانها بتستنزف طاقتك ومش بتغير اي حاجة. تاني حاجة انك ما تصعبيش الامور على نفسك بالمفروض واللازم، وان كل حاجة لازم تتعمل زي ما الكتاب بيقول بالظبط وزي ما انا عايزة، والا مفيش حاجة هتتعمل. كفاية ضغط على نفسك اكتر. تالت حاجة هي محاولاتك ارضاء الاخرين، لان ده بيستنزف كل الطاقة اللي جواكي على ما لا يستحق. احنا مش مخلوقين عشان نرضي كل اللي حوالينا، لكن عشان كل واحد يؤدي رسالته في الحياة ويعمل دوره اللي مطلوب منه، وبيكون عطاؤه على قد طاقته اللي هي اوريدي طاقة محدودة. رابع حاجة، بالله كفاية جلد نفس ولوم على كل صغيرة وكبيرة وعمالين نحاسبها وكأنه حساب الملكين. صعب انك تعملي كل الادوار اللي عليكي بنفس الكفاءة اللي كنت بتعمليها في الايام العادية، صعب انك تعمليها وانت مضغوطة بالشكل ده بنفس الكفاءة. في حاجة اسمها طاقة جسدية وطاقة نفسية واجب علينا احترامها وعدم تحميلها فوق طاقتها، خصوصا الايام دي. الطاقة بالحركة بتكون أصلا صعبة، فوارد إن يحصل عندك لخبطة في أي روتين أو أي نظام كنت حاطاه لنفسك أو كنت متوقعاه من نفسك. خامس حاجة، بلاش تبخلي على نفسك بالأساسيات والحاجات اللي بيها تعرفي تطبطبي على نفسك وتراعيها مهما كانت الحاجات دي صغيرة، لأن لما بنكون في وقت صعب بنحتاج لطبطبة على النفس أزيد مش العكس. فبالله عليك ارفقي بنفسك وكوني رحيمة بيها وما تحملهاش فوق طاقتها. أتمنى يكون الكلام ده نور معاكي حاجة، وما تنسيش تدعيلي معاكي كتير بقى. ولو حابة تعرفي أكتر عن علاقتك بنفسك وإزاي تقومي نفسك وقت الإحباطات، ما تتردديش تتواصلي معايا على الواتساب.